انا دلوقتي بدفع ايجار، انا قاعده في شقه والدي، تمام، ووالدي مش موجود، والمؤجر او اللي هو صاحب البيت حاليا، هو مش هو كان صاحب البيت الاصلي اللي والدي كان ماضي معاه، لان البيت اتباع لكذا حد قبل كده. حتى عداد المية عندنا مش باسمه، عداد المية هو طبعا عشان ده كان من التمانينات، فعداد المية مكتوب باسم المؤجر الأساسي أو المؤجرة الأساسية. فهو دلوقتي كان المفروض ان هو تقريبا ما عملش يعني ما راحش سجل البيت. دي اول حاجة. الحاجة التانية ان هو بنى دور تاني مخالف، في حين ان البيت يعني يكاد يكون، مش هنقول ان هو قوي ولا هنقول ان هو جديد، لكن البيت بحالة جيدة، تمام. آم، طبعا البنا ده لما اتبنى ايام ما كان فيه هوجة كده ودنيا بتحصل يعني، الناس كلها كانت بتبني والحاجات دي كلها في الفترة دي. وطبعا تمام. قدم على غاز، قدم على ميه، واخد كهرباء من بره، يعني شويه حاجات كده لطيفه كده بتحصل يعني. ما بندفعش الايجار ليه؟ احنا بندفع الايجار في المحكمه. دلوقتي اعمل ايه؟ احنا ايوه. اصلا مش موافقين على القانون ده. طب انا مش عايزه القانون ده، لان انا شايفاه هو فيه ظلم. هو الظلم مش تمام. ليا انا لوحدي، ده الظلم عام على ناس كتير. انا قاعده اتفضل. مكان اتفضل. والدتي الله يرحمها. تزوجت وانفصلت ومعايا بنت، ما سبتش الشقه خالص على حياه امي سواء قبلها او بعدها. فوجئت ان صاحب البيت رفع عليه قضيه، او مش صاحب البيت، هو المالك الظاهر، احد الورثه اللي هو صاحب البيت، رفع عليه قضيه طرد. اه. قمت انا رفع قضيه امتداد وكسبتها في اول درجه. المفروض ان النهارده كان عندي قضيه الطرد، بس لسه هعرف تمام. حكمها بكره في محكمة الاستئناف. دلوقتي لو انا كسبت القضية وانا بدفع في المحكمة على طول من 2014 لين في المحكمة، فانا دافعة اوريدي من اول السنة دي من شهر واحد، يعني حتى قبل ما يتكلموا في القانون او يتناقشوا فيه او حتى ان هو يتطبق، راح رفع قضية طرد اه. تمام. وكتب في العريضة بتاعته اللي انا مغتصبة اه. الشقة، واللي انا مزورة جميع الاوراق بتاعتي، انا ما اعرفش انا مزوراها ازاي اصلا، واللي انا اصلا انا خريجه حقوق بس ما اشتغلتش في المهنه، يعني حتى كمان ما رعاش اللي انا زميله ليه، بل بالعكس ده هو اتهمني امم. بالتزوير، اللي انا بستغل سلطتي ان انا كمحاميه، واللي انا زورت، انا ما مضيش على اي حاجه او على اي عقد او اي ورقه منه هو. ويوم ما الريس كتب يعني مضى او صدق على هذا القانون، هو كتب شهاده وفاتي، يعني انا بقول لحضرتك هو كاتب شهاده وفاه، هو مضى على شهاده وفاتي، لاني انا هروح فين انا وبنتي وانا منفصله، وما حلتيش غير المعاش اللي بكمل بيه بس لحد يوم 15 في الشهر، ده اذا كملت اليوم 15. امم. فالدنيا صعبه، وما عنديش ما املك اللي انا اروح اقدم في شغل الاسكان، وكمان اه. عشان اقدم في شغل الاسكان لازم اقدم تقرير او اللي هو الموافقه من المالك اللي انا تنازل اخدت عن العقد. الشقه. ايوه اه. ايوه صح تنازل. كده. فكده يبقى انا ايوه. لبست، كده يبقى انا لبست. عقد شقتي 83، بقالي 8 سنين بدفع في المحكمة، امم. واصحاب البيت مش عارفين ياخدوا اصلا الاجرة، اللي هم الورثة مش عارفين ياخدوها من المحكمة عشان معهمش ورق للبيت، اتفضل. اتفضل. ولا عارفين يعملوا اعلان وراثة اصلا. اتفضل. ها. تمام، ولا عارفين يعملوا اعلان وراثة اصلا، ما شاء الله. معهمش ايوه. اثبات ملكية للبيت. امال بتدفع لهم لا، ليه؟ هم الورثة هم اولاده، انا عارف اللي هم اولاده. طيب دي حاجة لقطة. وممكن كده حضرتك مش هتدفع الإيجار خالص ال 250 جنيه، يعني حتى لو دفعتها هم مش هياخدوهم. فيعني بالظبط كده يا في كل الأحوال أنت كأنك ما عندكش مالك، يعني همش ورق، مش هيعرفوا يرفعوا عليك قضية، بالظبط. ما هم مش هيعرفوا يتحركوا. فحضرتك بتدفع الإيجار علشان ده حقهم، ما هو حقهم مش واصل لهم لأنه محبوس في المحكمة. فلو حضرتك عايز تديهولهم في ايديهم وتاخد منهم ايصالات، بس ده بما انهم معهمش ورق ده هيبقى ضدك. دلوقتي انا اخدت شقتي في 2009، اوكي، وخدتها ودفعت دفعت خلو لشركة مصر للتأمين 480 ألف.
اخدتهم نص صاحبة الشقة والنص للشركة. العقد ده مكتوب عليه انه بيتجدد سنة بسنة. هو بيقولك يندرج تحت المادة 20 ايجار قديم بيجدد نفسه كل سنة، بس مش مكتوب فيه 59 سنة، مكتوب فيه ان هو يخضع للمادة 20 لقانون 136 بتاع سنة 1981 في الاخر بند كده، ولا يخضع لقانون 96 مع انه مؤرخ 2009. في الاخر كده ما كانش معايا محامي ولا حاجه، واضطريت ان انا اشتري الشقه دي لظروف يعني ان انا بس قالوا لي بيورث مره واحده، ما اقدرش اطعن بقى على كده. 2009 كاتبين لي فوق تاريخ العقد 1/10/2009. من 2009 وانا قاعده وماسكه اتحاد شغالي العقار.